لأنها تجلس على الكرسي مرتاحة، عارفة إنه العالم جايها. والآن بما أن أوبك قد خرجت عن السيطرة، هذا العالم متجه إلى نهاية كتير سيئة ما لم يتم الاتفاق بين قطبين، الصيني ومعه روسيا، والأمريكي ومعه بريطانيا. بس بريطانيا. العالم الحالي محتاج إلى حرب عالمية، محتاج، ويجب أن تقوم حرب عالمية. أنا أقول أننا محتاجين إلى حرب عالمية، لأنه لا يمكن أن نستمر بهذا العالم اللا نظام عالمي. هذه الحرب حرب عالمية، هي بداية أوكرانيا، هي بداية حرب أوروبية ستصبح حربا عالمية. كل الدنيا لك أعوذ بالله، كيف يصير في حرب عالمية في أسلحة ذرية تمحي العالم؟ أولا هذه الأسلحة الذرية هي ليست أسلحة، هي مثل الدرع اللي بيمنع انك تستعمل السيف عليه، هي بنسميها ديتيرنت، هي قوة مانعة. فإذا أنت عندك إياها وأنا عندي إياها مش رح نستعملها. يعني إذا دولة في أوروبا استعملتها، لما يوصل تأثيرها إلى الصين بتكون الصين ردت لمنع آثار هذه الحرب. احنا الآن ما في نظام، كله كذب. لما بقول لك الديمقراطية والحقوق والمؤسسات العالمية، مجلس الأمن لا يستطيع أن يتخذ قرار إلا إذا كل الخمسة الكبار اللي هم بسموهم الأعضاء الدائمين وافقوا بالإجماع. واحد يقول لا ما في قرار، ولذلك لن يتخذ أي قرار. وأنا قلت إنه مش رح تقدر الأمم المتحدة تأخذ أي قرار في موضوع أوكرانيا، لأنه أطراف النزاع أعضاء في المجلس، فسيمنعوا أي قرار. الحلفاء بهالدنيا كذبة. الحلفاء الحقيقيين فقط هم الصين، روسيا. وأنا مرات كنت أبتسم وأنا أسمع الأخبار، بقول الصين لم تقرر موقفها بالنسبة لروسيا. يعني شيء مضحك إنه يكون في واحد متعلم أدنى حد من العلم بقول إنه الصين لسه محتارة شو تعمل. أنا في عشاء في إحدى المناسبات الدولية، إلى جانبي كان وزير مسؤول في الصين، وكنت أتحدث على العشاء عن الوضع والدنيا وموقف الصين مما تقوم به روسيا. هل تؤيدونه؟ قال لي لا مش بنأيده، احنا بنخطط سوا وبننفذ سوا. ولكن الصين يا أمتي العربية أسلوبها الإعلامي مختلف كليا. لا تعلن ما ستفعل، ولا تهدد، ولا تستعمل أساليب الرد الفعل، لأنها تجلس على الكرسي مرتاحة، عارفة إنه العالم جايها. استنتاج الأمريكي، الخبراء الموجودين ومن كل أعلى مستويات مراكز البحث، أنه في عام 2020 ستصبح الصين هي القوة الأعظم اقتصاديا. وإذا صارت القوة الأعظم اقتصاديا فهي القوة الأعظم فول ستوب، لأنه ما في دولة عظمى إذا لم تكن الدولة العظمى اقتصاديا. والتجربة هي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان أقوى دولة في الدنيا عسكريا، بس بكونه ما كانش القوة الاقتصادية انهار. هنالك مواضيع أساسية خلافية بين أمريكا وبين الصين لا يمكن أن تستمر. شوف الدايلما وين، لا يمكن أن تستمر وهي موجودة، ولا يمكن حلها باتفاق. هذه المواضيع بعطيك 2 منهم بس من ال 12 موضوع. العملة الدولية، الصين لم تعد مستعدة أن تقبل أن تكون الدولار هو عملة العالم. ما سيجري لسه نحن في هذه الفترة بالمرحلة الأولى
لسه العقوبات ما انتهت، والعقوبات ضررها كما قلت أنا في مذكرتي الموزعة، ضررها على الطرفين خطير، وفي أحيان ضررها على الطرف اللي مصدر العقوبة اللي عم بيعاقب ضررها عليه أكثر من المعاقب. يكفي أنه روسيا تقرر قطع الغاز عن ألمانيا، بس ما تعمل شيء آخر. طيب شو بيصير؟ تتوقف المصانع الألمانية، توقف الحكومة الألمانية، كل شيء في ألمانيا بده يصير في ردود فعل، وردود الفعل سترجر ردود فعل. سيمر العالم في اقتصاد لا يمكن أن يتخيله إنسان، لأنه لا حدود للعقوبات المتبادلة، ما في حدود. أنا بدي أوقف الأكل على العالم، الآن ستبدأ أزمة في المواد الغذائية، ولذلك أنا أنادي من سنة في كل الوسائط إنه مسؤولية الدولة أن تؤمن 3 أساسيات اكتفاء ذاتي: الغذاء، الدواء، التعلم. حقيقة السعر يحددها قرار أمريكي. نحن أمام وضع غير صورة إنتاج النفط في المعركة الحالية. الكل خاسر. صار لي سنوات بقول، مش سنوات، عشرات السنوات بقول أن أوبك تصنع قرار النفط، سعر النفط، وهي أداة احتكارية، تجمع احتكاري، مع أنها كانت الأنظمة اللي كلها اخترقت الآن كانت تمنع أن ينشأ كارتيل، يعني تجمع من المنتجين لأي مادة اللي يقرر سعرها، ويجب أن تترك كل القرارات لسعر السوق. وكان مع المؤسف أنه كل المجتمع الدولي، ما يسمى المجتمع، وكل وسائل الإعلام كانت تحكي أن سعر النفط يحدده العرض والطلب، العرض والطلب. وكنت أقول هاي أكبر كذبة، ليس هنالك أثر للعرض والطلب إلا في بالمضاربات بالأسهم، أما حقيقة السعر يحددها قرار أمريكي. ونحن نعرف أنه قبل كل اجتماع لأوبك كانت الولايات المتحدة تبلغ مجتمعين الأوبك قبل الاجتماع بأنها تتمنى عليهم أن يكون السعر كذا وكذا وكمية الإنتاج كذا وكذا. ما حصل في هذا الاجتماع الأخير حقق حقيقة ما كنت أقوله، وأن سعر النفط لا علاقة له بالعرض والطلب، وهو قرار سياسي. هذا القرار السياسي كان يتخذ بسيطرة أمريكا على الأوبك، والآن بما أن أوبك قد خرجت عن السيطرة، إذ أصبح هنالك أوبك وأوبك بلس، وأوبك بلس هي بقيادة روسيا، وأوبك بلس صارت أقرب إلى أوبك من القرار الأمريكي. واتخاذ القرار هذا كان بالتفاهم برضو مرة ثانية بالاحتكار، مش انه أنا شيء حلو، لانه ايضا ليس قضية عرض وطلب. اتخذ القرار بالتنسيق بين اوبك واوبك بلس، مجموعة اوبك بلس. فاذا نحن امام وضع غير صورة انتاج النفط وسعره، واصبحت الدول تريد كل منها أن تحقق مصلحتها الخاصة. فعندما تتخذ المملكة العربية السعودية قرارها بخلاف ما تريده أمريكا، تكون أخذت قرارها السيادي الوطني لمصلحتها الوطنية. أمام الولايات المتحدة كل الخيارات مطروحة، حتى ما نضحك على بعض وما نكذب على بعض ونقول زعلوا ولا خافوا ولا كلام. القرار
لو أرادوا فعليا أن لا يصدر لما صدر. مراحل الصراع لنظام عالمي جديد. لن تستطيع أي دولة أن تفني لا أمريكا ولا الصين ولا روسيا أن تمسحها من الوجود، لا يمكن. فإذا يجب أن نجلس ونتفاهم ونتحاور ونصيغ طريقة جديدة لنعيد بناء العالم ونستفيد، لأنه في المعركة الحالية الكل خاسر.